مع كل نبضة قلب بتولد نغمة حب، ومع كل نغمة حب بيولد طفل بعزيمة مواجهة القدر. الحكاية سطعت حروفها من رحم المعاناة، وقدر ربيعة يزهر أجمل الألحان والأغنيات، وكأنه القدر كان عم بيقله وقتها مشي معي على درب الفن والنجومية. وبعد 4 سنين تحقق الحلم، وكانت الانطلاقة الفنية الأولى. ولأنه الدرب أوقات بتعصف فيه رياح الخريف، بطل قصتنا كان على موعد مع اتصال ما بيشبه أي اتصال. تعب بسرعة على المستشفى لأنه بيك بين الحياة والموت. هي لحظات ربما كانت أشبه بسنوات كان فيها بطلنا ماسك إيد بيو وحامل الأمانة. مرقت سنين وبطلنا راكد ورا حلمه، راكد وحامل على كتافه سند عيلة هو كبيرة. بسنة 2018 كانت المحطة الفنية الفارقة يلي غيرت حياته بأغنية عشق موت، يلي شكلت جواز سفر إلى النجومية. توالت النجاحات والإنجازات والملايين من المعجبين والمعجبات، حتى صار اسمه بين ليلة وضحاها على كل لسان، ليلة ورا ليلة. بس تعال كل يوم إلك أشتاق، وغيرها الكثير من الأغنيات يلي رددها الجمهور بكل أنحاء العالم العربي، وخلاه يكون بشهادة الكتار من الجمهور والنقاد سفير الأغنية العراقية الشبابية. ومقابل كل نجاح في ثمن بده يندفع، والثمن عند بطل قصتنا بكتير أوقات كان غالي، لدرجة إنه حرموا من تراب وطنه الغالي لأكثر من 5 سنين. ولأنه الشر ما بحياته قدر ينتصر على الخير، والشمس بفصل الصيف قد ما تكون حارقة رح يجي الوقت وتبرد. قدر بطل قصتنا يتخطى كل المطبات ويظهر حقه ويحصل على براءته، وينتصر بالحب على كل حكاية شر، ويكمل المشوار تيقول أنا سيف نبيل.